هو ده اكيد مش سؤال انت بتساله لي انا، يعني دي التكنولوجيا. ايه يا عمر؟ استنى طيب اثبتك. بص يا فرح، انا ما بكدبش على الناس في البودكاست ده خالص، او بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اكدبش على الناس في البودكاست ده، لاني كده كده هكدب، لان كل الناس بتكذب وغصب عني هكدب. فانا بحب ابداها بحاجه صريحه تقول للناس ده واضح ان البودكاست ده صريح جدا ومش هيكذبوا فيه او هيحاولوا ما يكذبوش. انا متوتر قوي. اكيد ما باين تتوترش انت. صوت نفسي، استني بس. اكيد باين في صوت نفسي ان انا نفسي بيترعش. بصي بوم 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 في قلبي دلوقتي. ده بيتهيأ لك انت بس يا شيخة صدقني، بيتهيأ لك انت بس انت علشان ايه واخد عهد كده ما تضحكش على الناس، فبتقول بدل ما حد يفقسك. يفقسني هي مش مقفوسة وانت فضحت نفسك. يعني ما عنديش مشكلة ان انا افضح نفسي عادي. خلاص يبقى ريسك تيكر بقى، مش ريسك فارقة تيكر كتير. فشخ بقى. طيب ممكن تقولي للناس اللي بتسمع البودكاست وهم مش كتير قوي فما تقلقيش، بس ممكن يبقوا كتير قوي في يوم من الايام؟ تفتكري ممكن يبقوا كتير قوي في يوم من الايام؟ والله possibility ممكن. اوكي ماشي. طيب ليه لا؟ انت عارفه انا ليه متوتر؟ انا متوتر عشان انا بتكلم معاكي. ممكن تقولي للناس انت مين علشان يفهموا انا ليه متوتر ان انا بتكلم معاكي؟ انت مين يا فرح؟ ده سؤال فيلسوفي فظيع يعني. لا ده في انا ده مين ده؟ سؤال. لا بصي، انا ما بسالش اسئله فل... فلسفوفيه. بص انت ممكن فيلسوفيه. تقول اسئله انت فلسفيه ممكن اسئله فلسفيه. اوكي. يا ابني فلسفية اه مش فيلسوفية بجد. لا، انا بسالك لا اسئله انت حقيقيه، عايز رد حقيقي عليها. يعني لما اقول لك انت مين، عايز اعرف انت اسمك فرح ايه. فرح كريم درويش. درويش دي هي اللاست نيم بتاعك ولا خلاص؟ يعني انت فرح درويش ولا فرح كريم؟ لا هي درويش ده لاست نيم، انا ما زهقتش وفكست اكمل هو ده اخر اسم. بس انا اسمي فعلا مضحك لان انا المفروض اسمي، هو بابايا اسمه مركب، هو اسمه كريم الدين. اوكي. هو الناس كلها بتقوله كريم يعني، بس ما اعرفش ليه في شهادة الميلاد مكتوب محمد كريم الدين. اوكي، هو فانت بقى فرح اسم محمد ثلاثي حوار. كريم الدين، ايوه. بس هو اسمه كريم، انت عارفه فاحنا مش فاهمين. انت عارفه انا اسمي ايه ولا مش عارفه؟ عارفة عمر محمد إبراهيم. لا لا وبعدين لا 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 سالم. لا لا لا، استني، انت مش فاكره اسمي يا فرح؟ بجد مش فاكره اسمي؟ مش فاكره اسمي يا فرح؟ ع- عيب عليك، أنا بقول عمر محمد إبراهيم. مش عمر محمد ابراهيم. طب قول. عمر محمد اشرف محمد ابراهيم محمد سالم. طيب يعني معلش قلنا محمد مرة وهي تكرر بقى في النص. بصي بقى، ابويا برضو اسمه مركب، اسمه محمد اشرف، اسم واحد. فسالته مره ليه اسمك محمد؟ قال لك إيه؟ فسالته ليه اسمك محمد اشرف، فقال لي امي كانت عايزاني اشرف وابويا كان عايز محمد على ده. فقلت له طيب اوكي ماشي. لا هو اكيد مش ده السبب، اكيد كان في عيل اسمه محمد اشرف شكله كده لطيف، يعني تقول له محمد او تقول له اشرف، ابويا قال هو ده. صعب قوي عليا اقول دلوقتي، عشان كده هعمل حلقة في يوم من الايام هقول فيها كل حاجة. لا أقول وأنا أقول لك لو عارفة ولا لا. انتي مش عارفة. ماشي خلاص ده رأيك. anyway، فانتي اسمك فرح كريم درويش، تمام؟ بتعملي ايه بقى يا فرح؟ انتي بتشتغلي ولا بتدرسي ولا بتعملي ايه؟ والله بعمل الاتنين. بتشتغلي وبتدرسي؟ في مجالات مختلفة تماما. بتدرسي ايه؟ which is ironic يعني. بدرس English studies اوكي. وفيلوسفي، عشان كده بقول لك أسئلة فلسفية. اوكي. يعني انتي شفتي السؤال سؤال فلسفي علشان انتي بتدرسي فلسفة. اصلا لسه مخلص فرجة على فيلم The Number 23، وعلشان هو مركز مع الرقم فهو بيشوف الرقم في كل حتة. انتي بتشوفي فلسفة في كل حتة يا فرح؟ والله بشوف الرقم في كل بس طبعا اكيد انا رؤيتي فلسفيه عامه، فقررت ادرس ده. بس أيوة. الموضوع في الدراسه مش مسلي كبراكتيكلي يعني اوكي. فانت بتدرسي فلسفة وبتدرسي
ادب انجليزي او دراسات انجليزيه؟ دراسات إنجليزية، لأن أنا مش بدرس الأدب اللي هو يعني مش بقعد مش بمسك تعبير مثلا وأقعد أشوف معناه إيه. أنا بدرس political states من خلال literature. اوكي، وبتشتغلي ايه؟ انا كنت بستوعب بس انتي بتقولي ايه. accountant. accountant؟ بجد؟ بجد يا فرح؟ والله بجد. اوكي، طب قبل ما كنتي اكاونتنت يعني محاسب، قبل ما تبقي محاسبة؟ قبل ما أبقى محاسبة كنت بترجم اوكي، كنتي مترجمة في نفس الشركة. يعني انت كنت بص يا عمر، أنا الشركة أصل القصة دي مضحكة جدا. هو انت حتى بحكيها بتجربي كتير. كل حاجة في الشركة دي؟ ما هو CEO قال لي كده اصلا. انا دخلت الشركه دي كنت بترجم وبتاع، والموضوع كان ممل جدا. كنت باجي بقى اخر اليوم بنام وكارثه. فبعدين قررت اروح، يعني هما بعتوني هامبورغ اعمل بروجكت مانجمنت هناك. بعتوكي فين بس لو سمحت عشان اللي بيسمعوا هامبورغ. البودكاست؟ في الشمال في المانيا. استني، انت سمعتي حلقة امي اللي هي بقول فيها لو سمحت؟ عشان قلت لك دلوقتي لو سمحت. لا، انت قلت لو سمحت. لا انا قلت لو سمحت تاني. مش اتكلمنا في موضوع تاني برضو. انا مش هعلق خلاص. مش سمعتي الحلقة يا فرح وادركتي ان الموضوع ده عندي من زمان، طلع غصب عني؟ يا عمر يا عزيزي، انا مدركه الموضوع ده من زمان. انا مدركه وبحاول اخليك تدركه وانت اللي مش راضي تدرك. حاضر يا فرح، بحاول ادرك اهو، بحاول ادرك. كملي يا ستي. فالشركة بعتتك هامبورغ. رحت اشتغلت كام يوم بقى كده. انا اصلا رحت كام يوم، رحت اخد مكان واحده كانت واخده اجازه يعني. فكانوا اندر ستاف فاحتاجوا شخص، فرحت ما انبسطتش خالص. فرجعت الشركه تاني، قلت لهم انا طبعت الCV بتاعي كده، وفي ال3 ثواني اللي الCEO بيبقى داخل فيهم الشركه رحت وقلت له على فكره انا عندي اكسبيرينس، يعني ان انا كنت مش عارفه ازاي اتكلمت معاه كده اصلا، كنت متوتره جدا. بس قلت له انا عندي اكسبيرينس يعني في الCV اللي هديهولك ده في السوشيال ميديا والحاجات دي والماركتينج وكده. اوكي. فكنت اديته له، يعني قلت له انتوا محتاجين مساعده الصراحه. فكلمني بعدها بيوم وقال لي اطلعي، ما انبسطتش خالص في الماركتينج. وانا بدخن في التراس تعرفت على بتوع الاكاونتنج، قالوا لي تطلعي، قلت لهم اجرب. عجبني الموضوع، قالوا لي نعمل لك عقد، قلت لهم ماشي. ودخلت عند الCEO بيقول لي هو انت رحتي هنا وهنا وهنا، انت عايزه ايه بالظبط؟ قلت له معلش اصل طموحي كبيره. طيب عندي طموح. انا عندي سؤال بيدور في دماغي بشكل غريب هيجنني دلوقتي. يعني انت بتقعدي وبتتعاملي مع ارقام بقى وماث وحاجات وبتاع كده؟ عادي. ما هو انا مش بحسب حاجه من نفسي، هو الكمبيوتر بيحسب. انا بتعامل بريسيتات، يعني ببوك ريسيت، بدفع ريسيت، بدفع. هي الشركه بتاعت ايه اصلا؟ هي شركه ترجمه وترجمه فوريه وحاجات كده يعني. اوكي تمام. مش عايزه تقولي اسمها؟ مش اصل هي مش موجوده غير في اصل الناس هتتصل بيها يا فرح وتسال عنك شخصيا. ده طبعا لا. مش عايزه تدي لنفسك وضع في الشركه؟ مش في الكورنتين وانا مش بروح اساسا. صحيح. يعني أوكي. هم اصلا زهقوا مني وبيقولوا لي فعلا زهقوا يعني تعبوا. طيب كملي. فانتي بقيتي اكاونتنت وحبيتي الموضوع شويه، صح؟ انا working student يعني. تمام. هو ده، ما انا ما اخترتش ده ككارير باث، بس لا هو لذيذ يعني. انا كفرح الشغلانه مبسوطه منها. عايش. يعني انا عجبني انك جربتي حاجات كتير في مجالات كتير وعادي وبتجربي وما يعني مش زهقانه وعايشه ومتعامله. العب. احب اتفرج على الحاجات، اصل براكتيكلي غير لما تسمع او تدرس حاجه. يعني ما اظنش ان شغلة المحاسب مسلية وانت بتدرسها قوي. انا درست محاسبه فرح، انت عارفه ده؟ طيب اتفضل. عجبتك؟ بصي كنت بجيب فيها
A+. عمري ما فتحت كتاب. بس ده انت يعني. اوكي. فدلوقتي انت بتدرسي وبتشتغلي، وعرفنا انك في ألمانيا. تعملي ايه بقى في ألمانيا؟ بدرس وبشتغل. ليه بقى؟ يعني اصل مش طبيعي ان احنا نشوف حد مصري مش موجود في مصر، او مش طبيعي للي بيسمعوا البودكاست. يعني احنا ناس فقراء فرح. معناش والله فلوس نروح كلنا، ألمانيا. والله كلنا، بس لا. احكي لي ازاي بدأتي دراسة في ألمانيا؟ والله خلصت المدرسة وقدمت على كذا جامعة، مم. وأول جامعة قبلتني قلت بس هو ده هل الموضوع بشرت بيها روح. هل الموضوع بسيط قوي كده؟ علشان بص يا فرح، في ناس صغيرين سنهم صغير بيسمعوا البودكاست، والناس دي عبقرية، لكن عايشين في بلد مش مقدرة العبقرية بتاعتهم. فأنا دايما لما حد بيحاول يسألني أعمل إيه يا عمر، بقول له سافر أولا، وبعدين بقى كلمني هناك قول لي أعمل إيه يا عمر عشان أقول لك تعمل إيه. فأنا قعدت ألفلف شوية على ألمانيا، لأني قدمت في شركات كتير ألمانية، وفي شركة قبلتني يا فرح. بصي شركة إيه؟ شركة عظيمة، بس كانت في برلين. 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 فألمانيا فيها حاجة حلوة قوي يا أولاد ويا بنات، الدراسة فيها ببلاش، صح؟ مش ببلاش بالظبط، يعني بتدفع مبلغ معين، كام؟ بس هي سبورتد من الحكومة، يعني على حسب انت فين. لو بتدرس في مدينة كبيرة، ممكن الرينج يوصل ل 360 مثلا يورو في السمستر. 360 يورو يا أولاد، 360 يورو في في السمستر، يعني السمستر نص السنة. الواحد. يعني السنة فيها سمسترين وانت المفروض تخلص 3 سنين. م. لكن وفي جامعات في المدن الصغيرة أو المدن الدراسية أو الأماكن الصغيرة، دي فعلا ممكن أعتقد توصل أقل من 200. أوكي. أنتوا واخدين بالكم إن فرح بتقول 360 يورو، مش 360 ألف يورو. 300 مش 36 ألف، 360. الدراسة في ألمانيا ببلاش. لو عايزين تظبطوا الدنيا دوروا ورا الموضوع ده. مش هنقعد نسحل نفسنا في البودكاست عن الموضوع ده، أنا عايز أتكلم في حاجات أهم. اتكلم في اللي انت عايزه. عملت لي أنبلوك ليه يا فرح؟ عملت لك unblock ليه؟ والله حسيت ان كنت قاعدة مع نفسي كده، وكنت قاعدة مديتيشن وكده، أنت وبفكر بتمديتيت؟ بقى في حاجات. بتعملي يوجا؟ لا، سوري اليوجا أنا ايه؟ اتخضيت. دي سجارة. أوكي. آه، 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 مش شرط اقعد اعمل يوجا علشان طب الاقي. ما تفهمينا يعني إيه معلش انت وقعت. مديتيشن؟ يعني إيه مديتيشن أصلا؟ ما عندناش في انواع. الثقافة دي في مصر. لا بص، انا بقى هقولك على حاجه من وجهه نظري كده على حوار المديتيشن ده، علشان طلعي الناس طلعي المايك ده فرح من شعرك كده. كده أحلى بكتير. تمام. بص، هي مش ثقافه ان انت تمديتيت دايركتلي يعني، بس اقدر اقول لك ان اي حد راكب مواصلات او سايق شغل مزيكا، ده نوع من انواع المديتيشن، لان هو قاعد سايب، مش بيفكر في حاجه اكتفلي، لان يعني خلاص سايب مخه ياخده. أنا بدأت انا أعمل بشوف الحوار ده ده. من انواع المديتيشن. قول. انا بدأت اعمل اللي انتي بتقوليه ده بالظبط يا فرح، من غير ما اخد بالي. لوحدي كده بدأت اسمع مزيكا من المزيكا بتاعتي، يعني ام كلثوم وبتاع وعواب وكل الناس دي. بس ايوه. دخلت في حتة صوفي تانية. واكتشفت ناس بيغنوا اغاني تعتبر صوفي شعبية، ذكر، مواويل وذكر، فاهمة؟ فاكتشفت واحد اسمه البلبيسي. ايه ده؟ اه، البلبيسي ده يا فرح بصي، انا بحب المزيكا الصوفي جدا على فكره، وكتير بفتح صوفي انا مديتيشن دلوقتي عند امي يا فرح، تمام. ميوزك. انا في بيت ابويا. اوكي. اوكي. بشغل عندهم سمارت تي في بره كبير فشخ.
مم. وانا قاعد بقالي اسبوعين ما بتفرجش على حاجه الا على الموبايل الصغنن بتاعي. فالسمارت تي في ده بتاعي دلوقتي، هو بتاعي، بتفتحيه بتلاقي مكتوب عمر سالم، فاهمه؟ احتليته تمام. خليته خلاص، سرقته. فبشغل عليه البلبيسي، فالبلبيسي المزيكا بتاعته بتخليني اعمل ازاي؟ بترقص معاهم. ايوه. فانا بشغل التكييف او المكيف. هو انت ليه كنتي بتقفشيني انت كده يا لسه فرح؟ بتقول مكيف؟ انت ليه بتقفشيني كده، في ايه؟ انا على طول بقفشك. احنا مش قلنا ان تكييف دي حاجة بتحصل في عملية تكييف؟ اما الجهاز فهو مكيف، المكيف يكيف، فاهمة؟ المكيف. ايوه، لكن احنا دلوقتي لا 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 في لا لا ايه؟ لا انت لا لا اتكلمت لا كتير لا 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 لا، واتكلم من استنيكي فضلك. معايا. احنا المكيف ناس يكيف يا سيفلايزد. فرح. ماشي. احنا ناس سيفلايزد مش كده. انت اتكلمت وانا سمعتك، تسمع بقى. طب انا عايزك المكيف تسنيكي مع. يكيف، اوكي. ما اختلفناش. العب. المكيف ده الآلة، لكن لا احنا هنفتح. يا ابني اسمع يا بقى. بنت، احنا المكيف مش عايزين الآلة. نشغل. ماشي خلاص. هزعل. فهمتي؟ احنا سنكتي. عايزين نشغل التكييف. احنا عايزين نشغل عملية لا لا لا. التكييف. احنا عايزين ايوه. التكييف. استني، انت قلتي دلوقتي عملية التكييف، ما قلتيش جهاز المكيف، صح؟ ما قلتش اوكي. جهاز المكيف. ما قلتيش جهاز التكييف، قلتي او جهاز التكييف تنفع برضو، تصدقي الكلمتين ينفعوا. جهاز بعد 5 التكييف. سنين جاي تكتشف. انا اسف، انا اتاخرت قوي، انا عارف ان انا بطيء جدا يا فرح. مش مشكلة. مش مشكلة. مش انترنت اكسبلورر. ماشي. هتقبلها منك، بس محتاجه اقول للناس ما يعملوش معايا كده علشان هفشخكم. مش عايزة. اوكي. حلو. كنا بنتكلم في ايه بقى؟ المديتيشن. انت كنتي بتقولي المزيكا وانا قطعت كلامك، كملي كلامك بقى عن المزيكا. المديتيشن عامه. انا كنت بقول ان ده نوع من انواع المديتيشن. او مثلا لما تعمل تاسكس، يعني تاسكات يوميا كده، اللي هو مثلا تتوضب بقى كرسي الهدوم او كده. ما ده برضو نوع من التركيز على حاجة انت شايفها مريح عينك، تبتدي تشتغل روبوتك، يعني انت مخك رايح حتة تانية. انا بحس الصراحة بالنسبة لي يعني ده مديتيشن. بس برضو اكيد بحب actively امديتيت، يعني اسمع guided meditation. اوكي. طب اصلا انا الصوره الذهنيه اللي في دماغي دلوقتي هو انك قاعده على الارض مربعه رجليكي وحاطه ايديكي الاتنين عليهم كده وقافله عينيكي وبتشمي في روايح غريبه. لا مش على طول تبقى كده، يعني ممكن يعني بتعملي اقرر كده؟ اعمل ده. اوكي. مش بقعد على الارض اكيد بقى، غالبا بلاي داون على السرير. يعني بنام. تمام. وانت بتتكلمي انا اكتشفت حاجه انا بدات اعملها من 3 اسابيع، من 3 اسابيع وشويه. رحت قعدت في شقه خالتي في المعادي، تمام. شقتي في التجمع كان فيها غساله، بس كانت غساله متعبه، يعني كان بالنسبه لي ان انا اغسل على ايدي اسهل بكتير، تمام. لما رحت شقه خالتي لقيت في غساله شبه الغساله اللي كانت عندي في التجمع، فقلت الغساله بنت الكلب دي مش هقرب منها. تمام. ايوه. ورحت مدخلها في اوضه جوه فاضيه وقفلت عليها الباب، بحيث ان ايه لما افتح الباب اشوف الغساله محبوسه جوه. دي تروما. فبص. لا مش لازم، بس لو عايز تفتحي. فاتبسط نفسيا ان الغساله بنت الكلب اللي اذتني سنين حياتي دي كلها محبوسه جوه ومحبوسه في الضلمه، وما عندهاش حتى القدره انها تفتح اللمبه، عشان انا شلت اللمبه عشان كنت عايز احطها في الاوضه الثانيه، تمام. تمام. ايوه. وقافل الشباك فما فيش هواء. انا كنت فاشخ الغساله بنت الكلب دي. يا نهار ابيض يا عمر، في ايه الغضب ده؟ سوري. وبعدين انا لازم اقلع النضاره بقى واولع سيجاره عشان الموضوع ده مهم. الموضوع موضوع كبير. وبعدين اتصلت بامي. قلت لها يا ماما انا عايز رقم مغسله قريب هنا تقريبا. قلت لها حاجه كده، حاجه ليها علاقه بالغسيل، ان انا مش قادر اغسل وعايز مغسله. فقالت لي خبط على جارتك. جارتي دي ام هاني دي بقت صاحبتي فشخ، غالبا تسمع البودكاست ده او بتتفرج عليه. عندها تقريبا 60 سنه او 70 سنه حاجه كده. المهم هجيبها في يوم من الايام. فهي بتقول لي خبط على ام هاني اسالها. وبعدين قالت لي بس انت عندك مغسله يا عمر؟ قلت لها لا ما عنديش مغسله. قالت لي لا عندك مغسله.
بتاعت خالتك، انا اللي جايباها، انا هو اللي مشترياها. غساله سوري. اه قالت لي عندك غساله، انا اللي مشترياها ايوه اصلا لخالتك وحطها في شقتها. ايوه فقعدت افتكر شويه وقلت اوه ده الغساله اللي انا حابسها جوه. الغسالة اللي انت حبستها. فقلت لها لا يا ماما الغساله دي وحشه قوي، انا عمري ما استخدمها، دي عايشتني في عذاب تقريبا 7 سنين. فانت فتره بتعذبها ان ريتيرن. ايوه فتره التجمع دي كانت 6 سنين ونص 7 سنين حاجه كده. فانا انا هفشخ الغساله دي، ما فيش حد هيفشخني كده. فقالت لي لا مين اللي قال لك كده، دي غساله حلوه قوي. قلت لها لا مش وقعدنا نتكلم شويه. المهم اقنعتني في الاخر ان انا ادي للغساله فرصه. فاديت لها تمام. فرصه. عايزين نعرف بقى ايه اللي حصل ولا اديت لها فرصه. دمرت الغسالة؟ انا رغاي. لا قول. اديت لها فرصه بودكاست بتاعك. وخدت. بصي الغساله دي هاف اوتوماتيك، فانت بتفتحيها وبتمليها ميه وبتشغليها وحوارات كده. ففتحتها مليتها ميه، حطيت البتاع اللي بيغسل وشغلتها. تمام خلاص غسلت. بعدين امي اتصلت بيا تاني، مش عارف كانت بتقول لي اختك هتبعت لك اكل حاجه كده، كانوا عاملين لي وليمه، جابت لي بقى باميه ورز الله. وفراخ ولحمه وكباب حله، فاهمه اللي هو فيه لحمه كده على جنب جافه بارده اسمها لحمه بارده. ايوه كباب حله وورق عنب وحاجات كتير قوي. وفي الاخر قالت لي معلش بقى يا عمر ما كانش عندي وقت اطبخ. ايه انا نفسي ما يكونش عندي وقت اطبخ. ايه انا لو كنت طلبت الاكل ده من مطعم كنت هدفع لي مثلا 800 900 جنيه صباح الفل. ازاي؟ المهم اختي غلبانه قوي، فاكره ان هي يعني عادي انها تعمل كل الحاجات دي وقشطه، عادي لو حد ما قالهاش شكرا. فشكرا يا ميرام. اسمها ميرام. كنت تعرفي اسم اختي؟ اوكي. طيب وهي تعرفك على فكره اسما بس. طيب سلم عليها. ايه اللي حصل بقى؟ anyway شغلت الغساله، خلصت غسيل، وبعدين لقيت امي اتصلت بيا بتقول لي الاكل ومش عارف ايه. جربت الغساله قلت لها خلاص غسلت وهاخد بقى البتاع، بشوف اي طبق او طشت احط فيه البتاع عشان املى ميه واقعد انشف واجفف واغسل واعمل وبتاع. فقالت لي لا ما هي الغساله فيها مجفف. فقلت لها ما انا عارف، ما اكيد زي الخرا، لان انا متعود على الغساله بتاعت التجمع المجفف ده كهربني حرفيا. الغساله نقطت ميه والمجفف السلك بتاعه من كتر ما بيلف بعنف راح قطع السلك، جه في الميه وانا واقف زي العبيط اتكهربت بجد. إيه؟ خوف رعب، فاهمه اللي هو I blacked out for like 10 seconds. انا صوتي كان عالي قوي. How did you wake up؟ صحيت ازاي؟ فجأة صحيت، هو عمل قفله، هو السلك عمل قفله، بس لولا القفله دي كان زماني مت. فالغساله دي يعني بصي انا ما كنتش، هي تروما فعلا. الغساله دي عملت لي تروما في حياتي. واخده بالي. المهم فقالت لي في مجفف يا عمر. فقلت لها لا المجفف ده هيفشخني. هو ايه اللي بيحصل في الفيديو بتاعك يا فرح؟ معلش سوري. لا براحتك عادي اللي انت عايزاه، انا فاكر في كونكشن ايرور. فقالت لي في مجفف، قلت لها كذا كذا كذا. قالت لي لا المجفف ده شغال عادي. فقلت لها اوكي. فاللي انا عملته ان انا فتحت البتاع اللي على الشمال، طلعت الهدوم اللي مليانه صابون وبتاع وحطيتها في المجفف، ورحت الغساله فيها خرطوم حطيته في الحنفيه ودوست على زرار ودوست على زرار تاني. وبعد 10 دقايق لقيت الهدوم طالعالي ده تاني بعد ما اتكهربت؟ لا يا بنتي انا اتكهربت في التجمع. ركزي معايا يا فرح. فبعد ما اتكهربت، لا ما اتكهربتش، الكهرباء دي زي ما يا ابني انت ركز بقى معايا يا عمر. انت اللي لخبطتيني يا فرح، انت اللي لخبطتيني. طبعا ماشي. فقالت لي في مجفف، فانا طلعت الهدوم مليانه صابون وبتاع، حطيتها في المجفف. بعد 10 دقايق يا فرح لقيت الهدوم طالعه نظيفه تماما، تمام، وفي نفس الوقت ناشفه. ده ايه ده بقى؟ عارفه في الاول خالص انا قلت قلبي كان بيدق كده، وده حقيقي قلبي دلوقتي ما بيدقش لان انا دخلت في المود وكله تمام. بس
يعني انا مش ميت دلوقتي، قلبي بيدق بس بيدق عادي. ف... ففي اللحظه دي قلبي كان بيدق بسرعه، اللي هو دماغي ما فهمتش، ما ادركتش ايه اللي حصل قدامي. هو انا غسلت هدومي بسرعه كده وبالسهوله دي، ما عملتش اي حاجه عادي. انا كنت واقف كده بتفرج على الغساله وبشرب سيجاره، وبعدين قررت ان الغسيل يبقى جزء من يومي. انا طبعا اليوم ده بعد ما جففت قعدت اغسل كل الهدوم اللي مش نظيفه. بعد ما اكتشفت ان الغساله بعد ما جففت، بعد ما اكتشفت الغساله كمل. طيب بعد ما الاكتشاف. اكتشفت ان الغساله شغاله زي الفل، غسلت كل الهدوم اللي موجوده عندي، فاهمه؟ فضلت واقف قدام الغساله بتفرج عليها وهي بتشتغل. واليوم اللي بعديه قررت ان جزء من يومي اول ما اصحى من النوم وانا بعمل القهوه اشغل الغساله. فبقيت اخد دش تقريبا 3 مرات في اليوم عشان اغير هدوم بقى، عشان انا عايز هدوم متوسخه كتير علشان اغسل. وبقيت اغسل كل يوم الصبح وانا بعمل القهوه. تمام، هي غسله واحده بس لازم اعملها كل يوم الصبح. فانا بقيت اصحى كل يوم ابص على موبايلي بقى فيه بقى دو نوت ديسترب. بقى اكتشفت الاوبشن ده. يا لهوي انت كنت صباح الخير. انت كنت مريح صح يا جدا. فرح، انت كنت صح. انا اكتشفت الاوبشن ده وما صدقتش ان انا عايش السنين دي كلها من غير الاوبشن ده في حياتي. مريح جدا طبعا. ده فانا بفتح موبايلي بيبقى دو نوت ديسترب، فبشوف الساعه بس في الموبايل، بشوف الساعه كام، بلاقي ان انا صحيت في وقت حلو 7 الصبح 8 الصبح. بقول يلا بينا، بقوم من على السرير بجهز نفسي ان انا هاخد دش، وفي نفس الوقت بملى الغساله ميه. الغساله تملى ميه، احط هدوم، اشغلها، ادخل اخد دش واطلع من الدش اقف قدام البوتاجاز اعمل قهوه. والغساله ايه؟ بتخلص غسيل. القهوه شغاله. ايوه. القهوه تخلص احطها في الكوبايه، عشان بشرب في كوبايه مش في فنجان. فنجان ايه يا بهايم؟ يعني سوري لاي حد بيشرب قهوه في لا فنجان، بس دقيقه واحده. انت بتشربي قهوه في فنجان؟ اشرح بقى ليه. ايه مالكش استني بقى. دعوه. قول حكمتك الاول. طيب لا، انا عايز قبل ما اقول حكمتي الاول اعتذر للناس اللي وجهت لهم لفظ بهايم. سوري يا اولاد، سوري يا اولاد، غصب عني. انا شكلي هتفشخ دلوقتي. فانا بشرب في كوبايه علشان انا بشرب قهوه كتير قوي، بشرب كميه قهوه كتير. فالمج ده بالنسبه لي مج القهوه، فاهمه؟ طيب انا هقول لك على حاجه حلوه قوي. انا عامه كنت بشتغل باريستا في كافيه لمده 2 سنين. في اول 2 دراسه ليا. انا عارف اللي بيتشرب في الكوبايه ده يا عمر يبقى اللاتيه ماكياتو، وكل الحاجات التانية او الهوت شوكليت او كده، وكل الحاجات التانية العادي بتاعها ان هي تتشرب في المج. انا عايز في الاخر ده مزاجك، انت حر. انا عايز اقول لك حاجه، انا ما اعرفش ايه لاتيه ماكياتو. ده اللي هو يعني 3/4 الكوبايه لبن، واخر ربع فوم، وفي شوت الاسبريسو. نسكافيه يعني، نسكافيه. لا، نسكافيه ده انستنت كوفي، ده مش اسبريسو بس ماشي يعني. اوكي، انا بحاول احكها مع نسكافيه عشان يبقوا سبونسر للبودكاست. انا بموت في نسكافيه، انا شخصيا. انا كمان، انا بعشق لازم كوبايه النسكافيه صح. يوميا. والهيدفونز بندعم اللوجو. استني، نسكافيه مش كان بيكتب بالاحمر كده نسكافيه؟ عارف الكوبايه الحمراء اللي في كل بيت مصري الهيدفونز عشان حمراء. لا بص أيوة. علشان تفهموا يا اولاد، فرح عبقريه. فهتلاحظوا حاجه، ان انا اللي بتاخر في الفهم مش هي اللي بتتاخر. زي امي كده، بتدوس على طول، بترد عليا الرد اللي هو ايه تسنيكه، وفي نفس الوقت انا هقعد شويه افهمه. فانا قعدت فتره افهم ان هي قصدها النسكافيه الهيدفونز حمراء البتاع. انا بحب اللون الاحمر فشخ. انت وراكي الحيطه دي لونها احمر. بس هي اورانج، بس انا بحب الاحمر اكتر. طب ايه لونك المفضل يا فرح؟ كريمزون ريد. اوكي،
انا لوني المفضل هو اسود وبعده على طول كريمزون ريد، بعشقه. في يوم من حلو. الايام دهنت الاوضه بتاعتي في شقه ابويا اسود في احمر في كريمزون ريد، انا فافتكروني عارفه مجنون. القصه دي، بجد. انا عارفه القصه دي، انا عارفه القصه دي. ايوه. بصي بقى. ممكن تكملها؟ قول قول مش قول. هكمل القصه عشان في قصه اهم، بس عايز اقول لك ان انا امبارح ابويا وامي كانوا قاعدين قدامي وفكرتهم بالموقف ده وقلت لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده. اكيد قالوا لك مش عارفين. استني، علشان امي جات لي الشركه وشافت ان انا كنت مدي الشركه وش اسود، الشركه سودة، تمام. فهي فهمت لما شافت اللون ده وشافت قد ايه اللون ده حلو، فهمت، فاهمه. فجبتوها بقى، تعالي بقى حبيبتي تعالي. ايوه فهمتها فانت يا وجهة نظرك. ستي فالغساله بقت جزء من يومي، بقت هي دي الحاجه اللي على اساس كلامك قلت دي ممكن تكون مديتيشن. انا بصحى بالمزيكا الصوفي دي، بغسل بعمل قهوه، وبعد اللحظه اللي القهوه بتفور فيها انا بكون فقت. يعني انا ما بشربش قهوه عشان افوق، انا اوريدي فقت، فاهمه. وببدا اليوم، واليوم بيبقى مليان حاجات. انت عايزه تقولي ان الهبل ده كله مش مديتيشن؟ لا طبعا مش عايزه اقول ده، لان لان البروسيس بتاعك ده، البروسيس ان انت تشيل هدوم تحطها في الغساله مديتيتيف الصبح. في ناس بتعرف تقفل مخها تماما الصبح وتقوم تعمل الروتين علشان يفوقوا، هو ده اللي بيفوق. تمام. طيب، فاحنا كنا بنتكلم على المديتيشن علشان انتي كنتي هتردي على سؤال وقطعتك. هي دي فكرة البودكاست، ان انا بحور الدنيا وبرجع لنفس الموضوع تاني. فالموضوع هو ان انا سألتك عملتي لي unblock ليه، فانتي قلتي لي كنت قاعدة بمديتيت. كنت بمديتيت وكنت بفكر في حاجات كتير، وفعلا ناس كتير كانت قريبة ليا يعني. وبس فقررت اللي هو ايه الهبل ده. ليه يعني؟ ليه في بلوك على حد ما لهوش لازمة؟ يعني البلوك ما لهوش لازمة. يعني استني بس، يعني كنتي قاعدة في يوم من الأيام وفكرتي فيا وقلتي ياه ايه عمر. شوف. الموضوع ما مشيش كده بالظبط، بس لو انت مبسوط ماشي. بس الموضوع ما كانش كده. هي كانت قاعدة very reflective على نفسي وعلى تصرفات معينة، مش على actions أو على events مضت. كانت مجرد على تصرفي أنا في مواقف. مش بأتاك التشويس نفسه، بأتاك التصرف. أنا عايز أقول لك إن حاجة. إحنا كتير بنلاقي إن مش عارفة يعني، حاسة إن إحنا بنبقى taken قوي بالإيموشنز في لحظة وفجأة تعمل حد بلوك. بس هي ملهاش لازمة، لأن ده إنسان أنت تعرفه وصحاب، وفي معرفش يعني في جراوند ما بينك وما بينه، ومش حد ضايقك في الشارع فأنت بتعمله بلوك يعني. فاهم؟ ملهاش لازمة. it's very childish يعني. Yes. Thank you. Sure. You're welcome. اوكي، الحلقة دي خلصت. انت ارتحت؟ كانت حلقة حلوة؟ كانت لذيذة، اتسليت، كانت مسلية جدا. اوكي، انا مبسوط انها سليتك. وانا كمان. ممكن احط الحتة الأخيرة دي في الحلقة برضو؟ لو انت عايز ممكن تحطها.